ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوقات كتير انا بعمل فيديوهات تعليم ميك اب للبنات. بنات كتير بيبعتوا لي يقولوا لي بليز يا عاليه بلاش اعملي حاجات هاي اند كتير، اعملي حاجات باك ستور. ميك اب الهاي اند ده اللي هو بيبقى ميك اب غالي وبيج نيم وميك اب ارتست بيحبوا يستخدموه عشان الكواليتي بتاعته بتبقى حلوه وكده. انا دايما بحب في حياتي ان انا استخدم حاجات هاي اند علشان دايما الكواليتي بتاعتها بتبقى حلوه ومش بتخيب ظني يعني. بس انا عايزه اقول لكم انه يعني انا بدفع نفس الاماونت اللي انت بتدفعيه عشان تجيبي بيه ميك اب رخيص، انا بدفع نفس الاماونت ده وبجيب بيه ميك اب غالي. الفرق ان انا بعرف اشتري. هي بتبقى يعني تريكات معينه كده انا هعلمها لك على اللي بيها تقدري تشتري بيها ميك اب غالي والكواليتي بتاعته تحفه وكل حاجه، وفي نفس الوقت تبقي دافعه قليل حتى بعد ما الدولار زاد. فيلا بينا في الفيديو ده هقولك هوريكي الحاجات اللقط اللي انا اشتريتها، وهقولك التريكات. اكتبي ورايا التريكات اللي انت هتعمليها، لو عملتيها صدقيني والله هتجيبي ميك اب كتير لقط وحلو جدا وتحفه باقل فلوس ممكن. فيلا بينا نبدا. اول حاجه بعملها علشان يجيلي ميك اب رخيص، اول حاجه بتخش على الويب سايت بتاعه البراندز نفسها، يعني ماك، سماش بوكس مثلا، تو فيز، اي براند ميك اب كبير معروف. خش على الويب سايت بتاعه هتلاقي في سيكشن عنده سبسكرايب تو اور ميلينج ليست. هتدخلي الميل بتاعك علشان دايما لما بيعملوا اوفرز يقوموا باعتين لك على الميل. الفكره ان هما الناس دي بيعملوا اوفرز مثلا لمده يوم في الشهر مثلا او كل شهرين، مش بتبقى مره في السنه، لا هما بيعملوا على طول كل شهر كل شهرين يقوموا باعتين اوفر خصم 40%، خصم 50%. فعشان تلحقي الاوفر ده اعملي سبسكرايب وعلى طول تشيكي الميل بتاعك كل يوم. ناس كتير هتقول طب انا ماليش حد في امريكا وكده، انا برضه ماليش حد في امريكا. اختاري شركه شحن تكون حلوه، هي اللي تجيب لك الحاجات دي من امريكا. انا الحمد لله بقالي سنه دلوقتي مع لينكس، شركه لينكس يعني من الشركات اللي مريحاني جدا الحمد لله، ومش بيحاسبوني غالي. المفروض يبقى في اشتراك للسنه عشان هما يدفعوا لك الجمارك وانتي ما بتدفعيش حاجه خالص، تشتري ميك اب اللي نفسك فيه. هم عاملين الاشتراك ب 300 جنيه بس. هديكي كود كده، في كود باسمي عاليه هكتبهولك بالظبط في الفيديو ده، بيخليكي تاخدي خصم 50% وبتدفعي 150 جنيه. او يا ستي مش ضروري الكود بتاعي، اي كود اي حد، مش ضروري انا بس، اي كود اي حد بيديله خصم 50% استخدميه علشان تدفعي 150 جنيه بس. طب ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه لنقطه الشراء من الويب سايتس وكده، لما بتيجي بتبعتي اللينك للينكس بيحسبوها لك وبتقولك التكلفه. اختاري اوبشن انك تدفعي بكريدت كارد. هم عندهم كذا اوبشن، فوري ومش عارفه في كذا، يعني في كذا اوبشن تقدري تدفعي. بس انا لاحظت انه لما بتختاري بكريدت كارد بيبقى ارخص سعر للدولار واقف عليكي، فبالتالي الاحسن حاجه انك تخليكي في اوبشن كريدت كارد عشان توفري. هم طبعا لو عرفوا ان انا بقول لكم كده هيقتلوني يعني. تاني نقطة بقى، أنا بالذات في شهر 10 و11 و12 آخر 3 شهور في السنة بلاقي ويب سايتس البيج نيمز المعروفة اللي هما زي سيفورا، ميسيز، اللي هي المحلات اللي بتجمع البراندز أو كده، بيبقوا عاملين حاجة اسمها فيفوريتس. يعني مثلا بوكس فيفوريتس سيفورا، يعني مثلا لو سيفورا بيعملوا سيفورا فيفوريتس مثلا أو كده، بيجمعوا أشهر الميك اب المشهور في أمريكا واللي الناس كتير اشتروه طوال السنة، بيجمعوه في بوكسز وبيبيعوه رخيص. أنا عايزة أوريكم الحاجات اللي أنا شارياها. مثلا البوكس ده من سيفورا فيفوريتس، انا هقول لكم الكونتنت بتاعه ايه واقول لكم في الاخر انا شاريه بكام بالشحن. البوكس ده انا اشتريت هايلايتر بيكا وبيوتي بلندر ولوز باودر لورا مارسيير ونارس الكونسيلر وهايلايتر بتاع كفر اف اكس وليبستيك بتاع ايربن ديكاي وماسك بتاع جلام جلو وحاجات الحواجب بتاع بنفيت وبادي ماست وايلاينر. بصوا يعني الناس اللي متابعه الميك اب هتبقى عارفه ان دي يعني اغلى البراندز، وانك انت عشان تجيبيها محتاجه مبلغ عشان تجيبيه او كده. هما كاتبين عليه ان هو الفاليو بتاعته هو بيتباع ب $75، الفاليو بتاعته 219 دولار، يعني على السعر القديم بتاع الدولار يعني حوالي 2200 جنيه مثلا. طبعا انت عشان تجيبي كل ايتم لوحده تدفعي له شحن دولي ومصاريف وكده، كل واحده هتدفع قد كده، فبالتالي البوكس ده هيبقى واقف عليكي ب 4000 جنيه. فاللي هو ليه يعني؟ انا دفعت 1000 جنيه بالشحن بكل حاجه وخدت الحاجات دي كلها. فبالنسبه لي دي من الحاجات اللقط اللي انا جبتها، انه انا فعلا لو جبت كل حاجه لوحدها كنت هدفع كتير. تاني حاجه برضو من ضمن الحاجات اللقط اللي انا يعني شايفه ان انا جبتها برضو من سيفورا، برضو سيفورا فيفوريتس. بصوا يعني البوكسز دي هكتب لكم لينكاتها، هم لسه موجودين ولسه بيتباعوا على فكره ما خلصوش، فانا هكتب لكم لينكاتهم في الفيديو من تحت عشان لو حابين تشتروهم. في اللي هو رموش هدى بيوتي
اي شادو بتاع نارس، سماش بوكس البرايمر، ايربن ديكاي الجليتر اللي بتحط فوق الايلاينر، ماسكارا مارك جايكوب كحل. بصوا حاجات كتيره. انا عايزه اقول لكم انه هدى بيوتي اصلا بتتباع لوحدها في مصر ب 600 او ب 800 جنيه. عايزه اقول لكم ان البوكس ده واقف عليا بالشحن ب 450 جنيه، فاللي هو يعني بالنسبه لي يعني ما كانش ينفع اسيبه. برضو يعني من سيفورا فيفوريتس برضو بوكس عن اشهر 10 انواع ماسكارات في امريكا. البوكس ده انا منزلاه هديه في مسابقه الانستجرام اللي على الصفحه، اعتقد ان هي لسه شغاله. في من ضمن انواع الماسكارات واي اس ال دي لوحدها ب 450 جنيه اصلا عشان تشتريها، ففيها كذا نوع، تو فيس ونارس وتارت ويعني كذا براند. عايزه اقول لكم ان البوكس ده جايباه كله بالشحن ب 600 جنيه. تالت نقطة، انتوا عارفين ان لينكس يعني كل ايتم انت بتحطيه بيحسبوا عليه شحن دولي وبيحسبوا عليه المصاريف بتاعتهم. يعني مثلا لو حطيتي مثلا 3 ليبستيك مثلا معاك، كل ايتم منهم يحسب لك مثلا مصاريف على كل ايتم $2.5 بلس مش عارف ايه او كده. انا بعمل تريكايه كده بتخليني اقدر اجيب كذا حاجه وفي نفس الوقت احاسبهم على سعر حاجه واحده، سعر فيز واحد. يعني بعمل ايه؟ بتخش على الويب سايت، بيبقوا عاملين سيكشن كده في المنيو اسمه فاليو سيتس او جيفت سيتس مثلا، اللي هي بتبقى عباره عن بيجمعوا كذا حاجه مع بعض بيبيعوها. دي بتبقى اوفر لك انك انتي بدل ما بتتحاسبي على كل ايتم منهم، لا بتتحاسبي على الكوليكشن كلها. ففي الاخر بتبقي مثلا شاريه 5 حاجات ومثلا المصاريف بتاعت لينكس مثلا تلاقيها في الاخر $4 ولا حاجه عبيطه كده يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هتوفر لك في مصاريف الشحن عليكي، وفي نفس الوقت هما نفسهم لما بيعملوا فاليو سيتس بيقللوا من سعر الحاجه. كل ويب سايت براند، حتى ايفن ماك، يعني انت لو دخلتي ماك وعملتي سيرش جيفتس او سيتس او كده، هتلاقوا مثلا بيبيعوا ال5 ليبستيك ماك مع بعض مثلا، فكل حاجه بتبقي دافعه مثلا 1000 جنيه ولا 800 جنيه، بس بيبقى الليبستيك الواحد واقف عليكي ب 200 جنيه مثلا او 150 جنيه. فبالنسبه لنا طبعا ده حاجه حلوه جدا وبيخلينا نوفر اكتر. اخر حاجه ودي بقى مهمه جدا 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 جدا، يوم البلاك فرايداي. البلاك فرايداي انا يعني بص، انا مش من الناس اللي بنزل بلاك فرايداي في المولات او كده، لانه بيبقى زحمه وبتبقى بهدله، ويعني انا بشوف صور على النت بتبقى شنيعه، وفي نفس الوقت مش بيبقى التوفيق قوي اللي انت متخيلاه. يعني انا من الناس اليوم البلاك فرايداي من قبلها بيوم بالليل ببقى قاعده على اللاب ما بتحركش في معسكر، يعني اللي هو يا جماعه محدش يقرب مني دلوقتي. اليومين دول ببقى قاعده مستنيه اوفرات الويب سايت. بصي كل البراندز، الميك اب، الهدوم، اي براند كبيره سعرها غالي، انت عارفه ان هو على طول سعرها غالي، يوم البلاك فرايداي بيعملوا سيل كبير 50% 70%، بتلاقوا ارقام تخض. فاللي هو مثلا انت بالت مثلا من ايربن ديكي انت بتشتريها مثلا ب $40، يوم البلاك فرايداي تلاقيه ب $15 مثلا، فاهمه؟ فيوم البلاك فرايداي لازم نستعد له من دلوقتي وما تقلقوش. يعني انا يوم البلاك فرايداي السنه دي انا هبقى سهرانه معاكم قبل يوم البلاك فرايداي، ويوم البلاك فرايداي على طول في الصفحه عندي على طول هنزل لكم الاوفرز بتاعت الويب سايت، او يبعتوا لي على الميل او بيبعتوا لي مسجز او كده، على طول هحط لكم اللينكات عشان تلحقوا تشتروا. ففي بلاك فرايداي اهم حاجه بس عشان تبقي مستعده، يعني حاولي على قد ما تقدري طبعا لو اتس بيتر لو تشتركي في لينكس من دلوقتي يا ريت، عشان تبقي مستعده على طول في البلاك فرايداي تبعتي لهم اللينك ويابروفوه، يعني البروسيس تبقى اسرع عشان تلحقي الاوفرات او كده. وخدي بالك برضو انه مش البلاك فرايداي بس اللي بينزل برضو فيه سيل في البراندز او كده، لا اي عيد في امريكا بينزلوا فيه، يعني عيد العمال بيعملوا فيه اي عيد صباح الفل يعني. بس يمكن بلاك فرايداي ده اكتر السيزون عندهم فعلا بيقللوا الاسعار، وفعلا يعني بتقدري تجيبي حاجات تحفه ولقط باسعار رخيصه حتى بعد ما الدولار زاد. فيا رب اكون افدتكم في حوار ازاي تشتري ميك اب رخيص من بره. وصدقيني هي التريكات دي انت لو مشيتي عليها، لو عملتي الحاجات اللي قلتلك عليها، صدقيني هتجيبي ميك اب كتير. واشوفكم ان شاء الله يوم البلاك فرايداي على الصفحه عندي، هنتابع مع بعض الاوفرات وكده، ويا رب يعني تلحقوا تشتروا كل اللي نفسكم فيه. اشوفكم على خير.